لكم حكاية إسلي وتيسلي، أسطورة ما كيمل منها لسان. كان يا مكان في قديم الزمان، في عز جبال الأطلس الشاهقة، كانت تما جوج قبايل كبار ومعروفين، قبيلة أيت إبراهيم وقبيلة أيت عزة. ويا حسرة، هاد القبايل كانت بيناتهم عداوة قديمة ورثوها على جدودهم، حروب ما كتسالاش، الدم كان كيسيل بيناتهم بحال الماء، الكره تعشش في قلوب الرجال وخلى الحياة مرة ومسمومة. لكن يا ولادي، في وسط هاد الظلمة وهاد الحرب اللي ما بغاتش تسالي، ظهرت واحد الوردة ديال الحب غريبة وعجيبة. بان لينا واحد الشاب زين وراجل من ولاد أيت إبراهيم سميتو إسلي، تلاقى في شي نهار مع واحد البنت ما خلات عقل من بنات أيت عزة سميتها تيسلي. كان حب ضرب القلب من أول شوفة، حب صافي ونقي بحال الماء الزلال، ما كيعرف لا عداوة لا صراعات القبايل، ما عنده سوق في عاداتهم البالية. جوج القلوب اللي ما بغاو في الدنيا والو من غير يجمعوا شملهم في الحلال ويبنيو دارهم على سنة الله ورسوله. مشاو مساكن عند والديهم، ومن تما ترجاو كبار القوم وشيوخ القبائل ديالهم باش يزولوا هاد العيب اللي بيناتهم ويحللوا ليهم باش يكملوا نص دينهم ويتزوجوا. لكن يا الحباب، الجواب اللي جاهم كان قاصح ومرير، كلمة واحدة طيحات الجبال: مستحيل. العادات والعوايد اللي شدت فيهم السنين، وديك العداوة اللي ما بغاتش تسالي، والدم اللي سال بين القبائل، كان كل شي غالب على الحب الصافي اللي كان يجمعهم. هكا يا وليداتي تكتب عليهم الفراق وهما باقين في عز الصبا، ظلامت عليهم الدنيا كحلة، وحسوا باللي الأرض ضاقت عليهم بما رحبت، والعالم سد عليهم كاع البيبان والطرقان. ومن القهر والعذاب كل واحد فيهم هز راسو وهرب لشي جهة في الجبل بعيد على العين. ويا وليدي، ماشي بكاو غير بكي، لا، بقاو غير كيتشاهاو الليل والنهار، ونهار على نهار، ما حبسوش الدمعة من العين. والدموع ديالهم كانت نازلة بحال الجمر، سخونة وحارقة، حتى ولات كتجمع في حفيرات كبار وسط الجبال الشاهقة. ومن داك البكا المر ومن ديك الدمعة اللي ما كتقطعش، تجمعات دموع إسلي وولات بحيرة زرقاء زاهية باردة وعميقة. ودموع تيسلي تجمعات حتى هي ودارت بحيرة أخرى بحالها تماما. وكيقولوا الناس يا وليدي باللي من كترة الحسرة واليأس اللي ركبهم، رماو ريوسهم في دوك البحيرات، غرقوا تما باش يتلاقاو في القاع فين ما كاين لا قسوة البشر ولا ظلم العادات والتقاليد. يا وليدي، منين شافوا القبايل هاد المصيبة الكبيرة اللي وقعات، عرفتي اش وقع؟ ندموا ندامات كبيرة، ندامات العمر، وفهموا ديك الساعة باللي الحقد والكره ما كيجيبوا معاهم غير الخراب والدمار، ويبقى فيك غير الحسرة والندام. ومن داك النهار يا وليدي قرروا يديروا واحد الصلح دائم بيناتهم، صلح ما يتفرقش باش ما يبقاش شحناء. ولهاد الغرض داروا واحد الموسم سميتو موسم إملشيل للخطوبة. الهدف منه اش هو؟ باش كل عام يتلاقاو الشباب والصبايا من كل القبائل ويختاروا اللي يعجبهم، يتزوجوا بالخاطر والحرية التامة بلا ما يتدخل حد فيهم. علاش؟ باش ما تعاودش قصة إسلي وتيسلي الحزينة والمفجعة مرة أخرى أبدا يا وليدي.